زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو، الفنانة وفاء عامر خرجت في بث مباشر مع الفنانة سهام جلال، واتكلموا على موضوع مروة اللي بتقول إن هي بنت الرئيس السابق حسني مبارك. طبعا مروة خرجت في فيديوهات واتكلمت على اللاعب إبراهيم شيكا الله يرحمه، وقالت إن إبراهيم شيكا أخدوا كليته وأخدوا فص من كبده، وإن الفنانة وفاء عامر متورطة في موضوع تجارة الأعضاء. الكلام ده أنا مش مصدقه طبعا، والكلام ده ليس له أساس من الصحة. اللاعب إبراهيم شيكا كان عنده كانسر الله يرحمه. وطبعا الفنانة وفاء عامر خرجت واتكلمت في فيديو وقالت إن هي هتاخد حقها بالقانون. وطبعا زي ما شفنا الفنانة سهام جلال علقت على موضوع مروة إنها بتقول إن هي بنت الرئيس حسني مبارك، وقالت إن هي تقريبا مريضة نفسيا. بصراحة ما شفناش أي أدلة تثبت إن هي بنت الرئيس حسني مبارك. وزي ما شفنا في الفيديو الفنانة وفاء عامر وهي بتتكلم مع هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا الله يرحمه، الفنانة وفاء عامر كانت مستاءة جدا وزعلانة جدا. الفنانة وفاء عامر شاركت منشور على صفحتها على فيسبوك وعبرت عن استيائها وانزعاجها بسبب الكلام اللي اتقال عليها في موضوع إبراهيم شيكا. الفنانة وفاء عامر قالت إن هي بترفض إن أي حد يسيء لها أو يسيء لأي حد من عيلتها أو يذكر اسمها أو يسبب لها إساءة تمس مكانتها كإنسانة وكفنانة. وأنا بضم صوت لصوت الفنانة وفاء عامر وبقول لها الجاي للقضاء، ومباحث الإنترنت وشرطتنا قادرين إن هم يجيبوا أي حد غلط، وإن شاء الله تاخد حقك يا فنانة. لو عجبكم الفيديوهات اللي بقدمها تدعمونا بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل